السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مبدئيا كده وحشتوني كتير جدا جدا جدا. عارفة ان انا بتأخر عليكم بزيادة عن اللزوم يعني انا تقريبا دلوقتي بقى لي 20 يوم ما نزلتش. في ناس عايزة تجيب بقى فريزر ومحتارة تجيب الافقي ولا الرأسي. طب لو جبت ده او ده اجيب انهي نوع انهي شركة وكده. او مثلا لو حد عنده، وانتوا عارفين طبعا انا بما ان انا عندي بقى الفريزر اللي هو الصندوق، فناس كتير يعني بالنسبه لها متعب جدا في التنظيم بتاعه. فان شاء الله النهارده هوريكم ازاي منظماه وازاي هنضفه معاكم بكل سهوله، وبقالي قد ايه ما نضفتوش وعادي جدا ولا حصل له اي حاجه و... ونوعه ايه واسمه كل حاجه، ولا هو حلو معايا ولا لا. تمام، يلا بقى بينا على الفيديو. ومتنسوش بقى حطوا لايكات كتير، بما اني غايبه عليكم حطوا لي لايكات بقى عوضوني، واشتركي في القناه انت اول مره تشوفيني، وفعلي الجرس على كلمه الكل. ولو انت بقى معايا على الفيسبوك حطي لي متابعه. ويلا بينا على الفيديو. تعالوا بقى نسمي الله ونبقى شكل الفريزر من جوه اول ما فتحته. على فكره إيه، قبل وبعد التغيير مش هيبقى كبير بالنسبه لكم، لان انا كده كده منظماه بالطريقه دي. فانا هبتدي كده ايه اغير اماكن الحاجه، يعني اللي هو اظبط. يعني كان في قفص عندي كده مليان ما شاء الله، يعني الله يرحمه، صلصه طماطم. فخلاص بقى الوقت اللي كان الطماطم غاليه فيه كنت بستخدم اللي كانت في الفريزر. فزي ما انتم شايفين في قفص فاضي اهو او منظم. انا هدفي من الفيديو ان شاء الله النهارده ان اوريكم ازاي بنظمه الديب فريزر اللي هو الافق اللي هو الصندوق، يعني اللي هو بيتعب ناس كتير جدا. ازاي منظماه وازاي مستغليه كل جزء فيه، وبالعكس موفر عليها مكان كمان للناس اللي هو عندها ومش عارفه تنظمه، او الناس اللي هي محتاره تشتري. تمام، شايفين بقى كميه التلج اللي انتوا شايفينها دي؟ يعني يعتبر انا حاساهم بالنسبه لي مش كتير، يعني في تلج وكل حاجه بس مش كتير. مش واخده كل جميع الفريزر اركان الفريزر كلها، لا شويه. تخيلوا بقى التلج ده كله بقاله اكتر من سنه. بقالي اكتر من سنه ما مدتش ايدي في الفريزر ولا نضفته، لان هو زي ما انتم شايفين كده. يا دوبك بس شويه التلج طالعين منهم وخلاص. وكل ما التلج يبقى موجود يعني حلو مش وحش، بيبقى حمايه ليه او بيحافظ على الحاجه يعني اكتر. بس فخلاص بقى لما لقيت بقى الموضوع زاد عن حد، او مثلا التلج بدأ ياخد حيز كبير قوي، يعني يزيد كده في الفريزر. زي ما انتم شايفين الكتلة بقت اتخن شوية. فخلاص بقى، وكمان يعني عشان اغير بقى اماكن الحاجه زي ما قلت لكم، الحاجه اللي خلصت ولا حاجه كده، عشان كل منظم انا حاطه فيه حاجات معينه، يعني ابقى عارفه ان مثلا المنظم ده فيه صلصه طماطم، بس المنظم ده فيه حاجه المحشي، هنا حاجه الفطار. فلما اجي ارص هوريكم انا عاملاه ازاي. انا اختصرت كده معاكم عشان وانا برصه يبقى في تغيير، لان انا لو شلت الحاجه قدامكم ورجعت حطيتها قدامكم وهو مفيش تغيير، وانا كده كده منظمه الحاجه اصلا. انا مش جايه اخترع النهارده ولا اوريكم فكره جديده، هي كده 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 منظمه من قبل الفيديو، من قبل كل حاجه، من اول ما جبت الفريزر على طول. والفكره دي كانت عندي فانا عملتها على طول يعني. تمام. هنا بقى يعني انا هنا حذره جدا جدا جدا، لان انا بعمل بسكينه، اي نعم سكينه بارده بس ما يمنعش. هي حركه غلط انا عارفه، بس يعني ما كنتش لاقيه حاجه بديله، يعني عايزه اخلص. هو كده كده بيتشال بسهوله زي ما انتم شايفين اهو، بس برضو لازم ابقى حذره جدا جدا جدا. الازرق اللي في الديب فريزر اللي من جوه ده، الازرق ده كله ده مشمع، يعني تغليف كده جاي مع الفريزر، ممكن يتشال. لان الفريزر نفسه من جوه كله بالكامل كده استلس من الاصلي النضيف كمان. فبرضو انا سايبه التغليف الازرق ده حمايه ليه مش اكتر، ومش هشيله خالص. يعني ان شاء الله هفضل محافظه عليه انه يفضل كده، طالما مش ضررني في حاجه ولا مأثر على الفريزر في اي حاجه، فهو تمام يعني ما فيش مشكله منه. تمام. تعالوا بقى مكلمكم عن الديب فريزر بتاعي بسرعه كده. هو البساب كمبروسر ال جي، يعني موتور مستورد. واي جهاز كهربائي ما هو الا موتور، طالما الموتور نضيف يعني الحمد لله. هي ان شاء الله يبقى كويس. فالحمد لله لحد الان هو تمام معايا وزي الفل. من الحاجات الاساسيه برضو اللي انا كنت بدور عليها في الفريزر، عامه انا كنت محتاره جامد جدا 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 ما بين الشياكه اللي هو الفريزر الرأسي اللي هو الادراج، يعني انه هيتحط كده جنب التلاجة فمش هياخد مكان كبير وكده، مش هياخد مكان كبير بالعرض. وما بين ان انا اجيب واحد زي ده انه بيشيل معايا اكتر، يشيل معايا حاجات كتير جدا، وفي نفس الوقت لا هو بالنسبه للتنظيم انا عارفه هنظمه ازاي من قبل ما اجيبه. فبالنسبه لي الموضوع ما فيش فيه اي مشكله. المشكله بالنسبه لي كانت ايه؟ ان الفريزر الرأسي سعره كان يعني ضعف ده مرتين، او يعني لو كان ده مثلا ب4 فالتاني ب8 او ب9 او ب10 كمان، فكان غالي جدا مقارنه ده كنت جايبه بحوالي 5000.
فبالنسبة للسعر لا، فرق الضعف. تمام. بالنسبة للحجم او انه انهي بياخد اكتر، لا ده بياخد اكتر وبياخد حاجات مرتاحة، بياخد حاجات حلوة، يعني بتحط حاجات عريضة، حاجات تخينة، حاجات زي، فاهمين؟ تاخد صواني، لو عايزين تحطوا صينية كبيرة، صينية ستانلس. آه يعني مش عارفة اشرح لكم ازاي. هو بياخد حاجات ضخمة، مثلا ممكن تحطوا فيه خروف بحاله، فاهمين؟ لو دابحين معزة بحلة او كده يعني، فاهمين الحتة دي؟ انا بتكلم في النقطة دي بالذات ليه؟ لان احنا ارياف، ودايما عندنا الحاجات دي، وعندنا تربية الفراخ، ممكن نجيب تربية فراخ بيضة ونذبحها مرة واحدة. طيور، الحاجات اللي هي بتبقى مثلا بطة تلاقي عريضة قوي والكلام ده كله. فالديب فريزر ده بيشيل ما شاء الله، بيشيل وبيشيل. انت بقى تنظمي زي ما انت عايزة. ممكن ما تحطيش المنظمات دي لو انت فاتحة محل او كده، بتحطي الحاجات بقى براحتك. انا مبسوطة جدا 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 اللي ربنا كرمني بده، وبالذات بعد ما جربته ونظمته لقيت التنظيم من احلى التنظيمات اللي شفتها في حياتي. هدف كبير بالنسبه لي، وكان نفسي اجيبه سواء ده او التاني، اي ديب فريزر، لان انا من النوع اللي بحب التخزين، وبحب ان انا اجيب الحاجه وهي رخيصه كده وافرزها، وساعات بقى ما تغلى كده بقى مبسوطه من نفسي وفرحانه والكلام ده كله. تمام. فالحمد لله جبت ده، وحلو جدا جدا جدا. طبعا في اسامي تانية، بس برضو هرجع اقول لكم الحاجات الاساسيه اللي كانت في بالي طالما هجيب الديب فريزر ده، انه يبقى استانلس من جوه، ما يبقاش اللي هو لونه ابيض. مش عارفه، هو تقريبا الابيض ده بيبقى صاج مجلفن او حاجه زي كده، ما اعرفش. بس انا كان هدف من الاهداف يعني ان هو يبقى استانلس من جوه. تاني حاجه ممكن تبقى هايفه شويه، بس اللي هو عارفين الحاجز الابيض اللي هو المنظم الابيض ده اللي محطوط، اللي انا حطيته دلوقتي ده، برضو كانت من الحاجات المهمه بالنسبه لي. برضو لقيته ان هو مثلا يبقى حجمه كبير، ما اجيبش الاحجام الصغيره، عشان انا اقول مثلا ده يعني انا بيت صغير او عندي اولاد صغيرين والكلام ده كله، لا. اجيب الكبير واتحكم فيه براحتي، واحط فيه حاجته تبقى مرتاحه واخده راحتها، ويبقى فيه مساحه فاضيه، احسن ما اجيب الحاجه تبقى محكومه. وبالذات دي حاجه العمر، يعني اللي هو ربنا يدينا ويديه طولة العمر كده، ويعيش معانا اطول فترة ممكنة، فينفعني في اي وقت وفي اي حاجة. عارفين اللي هو مش شرط ان انا يعني عيلة صغيرة فانا اجيب واحد صغير، لا انا اجيب واحد كبير ويريحني من الاول كده. فالحمد لله ربنا كرمني بده، ومبسوطة بيه جدا. هنا بقى زي ما انتم شايفين المنظمات دي، او بمعنى اصح دي الاقفاص الفاكهة اللي بتبقى في السوق، بتبقى مع البياعين. رحت جايبة منهم 6. واخدين بالكم؟ 6 لان خلاص انا عارفة ان الفريزر هيحتاج 6. انا هوريكم الكارت بتاع او اللوحه بتاعته اللي من بره، اللي هي فيها استهلاك الكهرباء والكلام ده كله، هوريها لكم في الاخر. هوريكم حجمه ايه وبيستهلكه في الكهرباء والكلام ده كله. زي ما انتم شايفين كده بحطه في الارضيه. الحاجات اللي انا مش محتاجاها دلوقتي، طبعا ده ورق العنب اللي هو بتاع السنه دي، السنه الجديده. مش محتاجاه دلوقتي لسه، ورق العنب في السوق لسه ما خلصش وكده، فانا حاطاه في الارضيه اهو. وعلى فكره اي حاجه حطها في الارضيه مش معنى كده اللي هي بعيده عن ايدي ولا حاجه، بالعكس ده في ثانيه هوريكم دلوقتي تجربة عملية ازاي بوصل للأرضية بتاعت الديب فريزر. تمام. فحطيت كده تحت اللي هو القلقاس بالسلق بتاعه، وورق الكرنب بورق العنب. تمام. مش عايزاهم دلوقتي، واستهلاكي فيهم مش عايزاه يعني دلوقتي. تمام. المنظم ده برضو حاطه فيه زي ما انتم شايفين كده ملوخية على الجزر اللي هو لوحده، للشوربة والكلام ده كله، والبسلة بالجزر. تمام. بصوا بقى ورق العنب ده بصراحة احلى طريقة تفريز ليها، معتمداها كده. فبصراحة تحفة جدا جدا، انك تلفيها بورق استرتش وتضغطيها كده، هتلاقي معاكي يعيش معاكي بالسنة والسنتين وزي ما تحبي، واكنك لسه جايبه اول ما تفتحي تستخدميه اكنك لسه جايبه بالظبط. هنا بقى المنظم ده، طبعا المنظم ده لو انت عايزاه يبقى اشيك من كده ممكن تدهني ابيض. انا كنت هدهنه بس قلت يعني مش وقته، ما كنتش فاضياله بصراحه. فعادي لو انا عايزه ادهنه بحيث ان هو يديني شكل احلى، ويبقى شبه المنظمات اللي هي البيضه دي، يبقوا شبه بعض كده. تمام. ممكن اعمل كده بس على البيت الجديد برضو ان شاء الله، كل الحماس والطاقه هتبقى هناك، هعمل كل اللي انا عايزاه. هنا المنظم ده برضو حطيت فيه، بما ان فيه منظم كده كان فيه صلصه الطماطم والصلصه بتاعه المحشي فاضي، فانا خلاص بقى اللي هو في واحد فاضي، فانا حطيت فيه هنا بقى الحاجه بتاعه الفطار اللي هو الفول والطعميه اللي انا عاملاهم في البيت، وبرده البطاطس اللي هي شبه فارم فريتس اللي هي بتبقى في السوبر ماركت، او بوم فريت اللي هي بتبقى جاهزه على التحمير على طول. بجد تحفه جدا، طبعا عاملاها معاكم. دول كده اخر
اخر لفتين ورق عنب بتوع السنه اللي فاتت ولسه بستخدم فيهم، وحلو جدا 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 جدا. طريقه التخزين دي بجد تحفه. وده بنجر عشان لو هعمل صلصه طماطم. طبعا الطماطم الحمد لله الحمد لله سعرها نزل، ولسه هتنزل اكتر واكتر ان شاء الله. فالحمد لله جه على المظبوط. كل شويه بستخدم اللي كانت في الفريزر، فخلاص بقى كده في التشطيب. وبخلي طبعا كل قفص فوق التاني بيتركب كده على بعضه، زي عامل زي التربو يعني، هو بيتركبوا فوق بعض. هنا الجزء ده كنت بحط فيه المانجا لما كانوا ما شاء الله كانوا كتير. طبعا الاماكن الفاضيه اللي جنب المنظمات دي طبعا انا بستغلها وبحط فيها حاجات كتير. بس خلاص يعني الفريزر زي ما انتم شايفين هو مش محتاج، يعني طالما المنظمات دي واخده كل حاجتي مش بحب اكركب بقى حواليها. انما لو هي مليانه وفي حاجات زياده عن اللزوم او زياده يعني او كده، بروح اشتريها كده في الجناب زي ما انتم شايفين جنب المنظمات دي، من هنا او من هنا. طبعا تصوير موضح لكم. بس فعشان ما كانش فيه غير شويه مانجا بساط حطيتهم كده يبقوا قريبين من ايدي. والمنظمات دي يعني ما شاء الله الفريزر مكفي وموفي واخد معايا كل حاجتي، وممكن احط فيه منظم كمان من اللي هو الاسود ده عادي مفيش مشكله. تمام. فهو كده زي ما انتم شايفين شكله بقى حلو جدا جدا. واي حاجه عايزاها سهله جدا ان انا مدي ايدي واخدها، سواء من على الوش. بحب احط الحاجات اللي على الوش برضو يعني تبقى رقيقه. الحاجات اللي على الوش دي اكتر حاجه مثلا ممكن هستخدمها، ممكن اخد كيس فول، كيس طعميه، كيس بطاطس، اخد مانجا اعصرها كده يعني. واللي تحتيها على طول الحاجات اللي هي اقل شويه في الاستخدام، وتحت خالص اللي هي اقل خالص خالص. لو ممكن استخدمها كل شهر مره، كل شهرين مره كده. هنا بقى بصوا انا كده بوريكم طريقه عمليه ازاي لو حبيت اخد حاجه من اللي هي تحت خالص بشيل كده. المنظم على فكره مش تقيل، خفيف عادي يعني، وسط يعني. هو مش تقيل وعادي يعني، لو بشيله بسهوله اهو شايفين كده تمام. حتى كده الحاجات الخفيف اللي انا عايزاها على طول ممكن احط واحده هنا كمان زي ما بقول لكم. هنا برضه بروح شايله كده واروح حطها كده على حرف الديب فريزر عشان اخد الحاجه اللي تحتيها، وبعد كده بروح مرجعها تاني عادي ولا اكن في حاجه. وكده بقى ما بطولش قوي في الفريزر ان انا افضل فاتحاه مده كبيره، وكده كده بيحافظ عليه وبيخليه ما يكونش تلج كتير في اسرع وقت. لا باخد مده كبيره على ما انه كون تلج. زي ما قلت لكم بقى لي اكتر من سنه ما شلتش من عليه اي تلج خالص. المنظم التاني الابيض ده زياده يعني، هو مش جاي معايا، لا انا جايباه كده لوحده. بس كده يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون استمتعتوا بيه. متنسوش بقى لايك الفيديو. مع السلامه.